مش هتعرف تستخدم اي ريفرنس من بره بنترست لو ما عملتش اللي اقول لك عليه النهارده. من بعد ما شفت كل الريلز والبوستس اللي بتقترح عليك مواقع تاخد منها انسبريشن، مش مستغرب انت ليه كل مره بترجع لبنترست؟ احنا كمصممين خصوصا السيلف توت متعلمين مرحله الاستلهام غلط، دايما بندور على حلول جاهزه، ولما بنلاقيها بنغلط غلطه كبيره جدا، وهي اننا بنقع في غرام الريفرنس وبيعمينا عن اي حل تاني، ودي اكبر حفرة ممكن تقع فيها. الريفرنس مش حل جاهز للاستخدام، كل ريفرنس هو حل المشكلة. ممكن تكون شبه مشكلتك انما مش متطابقة، ممكن تطلع منه فايب، بحركة، كومبوزيشن، او حتى تون تحسه مناسب، بس عمرك ما هتلاقي حل جاهز لمشكلة عميلك. شغلتك انك تبنيه طوبة طوبة، لان كل براند له قصته، تحدياته، وجمهوره. اول ما تبطل تبص للريفرنس على انه اجابة قاطعة، ساعتها هتعرف تبني حل مش تقليدي وفعال. من النهاردة ابدأ اتعلم ازاي تعمل انسبريشن، لان دي مهارة قائمة بذاتها. ابدأ حلل الريفرنسز اللي بتشوفها، عامل الريفرنس على انه قطعة من البازل، وانت اللي بتبني بيها الصورة الكبيرة. وفي المرة الجاية هقول لك على 5 مواقع تجيب منهم ريفرنسز قوية لمشروعك، ومهمتك ان انت تحلل وتختار. لايك وفولو، واستنى الفيديو الجاي. سلام.